حلقتنا اليوم قروض حلال لاقتناء السيارات المصنعة في الجزائر. أكد وزير الصناعة أحمد زغدار يوم أمس عن وجود تنسيق لتكون هناك مرافقة لنشاط تصنيع السيارات وإطلاق البنوك لقروض حلال من أجل اقتناء السيارات الجديدة المصنعة في الجزائر. وأفاد زغدار على هامش مشاركته اليوم في مؤتمر للصيرفة الإسلامية ردا على سؤال يتعلق بتنسيق قطاعه مع البنوك لإطلاق قروض حلال لاقتناء السيارات قائلا: ستكون مرافقة لنشاط تصنيع السيارات وإطلاق قروض حلال مع نهاية سنة 2023 بالنسبة للمنتوج الوطني. وأضاف الوزير أنه ستكون هناك مرافقة تامة بالنسبة لكل المستثمرين في هذا المجال من طرف البنوك في إطار هذه الاستراتيجية الديناميكية. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق المصدر البلاد. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين.